الصحراء الشرقيه. هذا ملف ما كنهضروش عليه بزاف مع الجزائر. غنعطيك مثال. مثلا انا فاجاتني واحد الجمعيه اللي هي هذه كتسمى الجمعيه المغربيه للدفاع عن الوحده عن وحده الصحراء الشرقيه والغربيه. هذه سمات التسميه ديالها جبهه الفو ميدساريو. شنو كيقولوا هاد الناس؟ كيقول لك الا كنا غنفتحوا كنهضروا على الانتقال ديال هاد اللي كنسميو واحد المسائل الانسانيه ديال الاسر، راه عندنا واحد النقطه من فيك حتى للشرق خاصه هي راه عندنا اسر، بمعنى كاينه اسر اللي قسمتها الجزائر. اكثر من هذا ان هاد الناس هادو كيقول لك عندنا رسوم ديال الملكيه اللي كتبين بان الجزائر دات لنا الارض ديالنا. واش ما كيبانش بانه جا الوقت وسط هذه المفاوضات؟ لان حتى بالنسبه للمفوض الاممي ما دارتش المفاوضات ويمكن نوسعوها كما بغينا. جا الوقت ان ننقلوا هذا النقاش هذا وسط هذه المفاوضات على هذه النقطه بالذات، لان الجزائر كيبان هذا هو الحل. النقطه الثالثه، واش ما كيبانش بان خصنا نغيروا الوفد؟ لان كيبان باننا ربما ارتكبنا، مشى كيتفاوض وزير الخارجيه في الوقت اللي كان خصو يتفاوض وزير الداخليه. دي مساله ديالنا حنا، وزير الداخليه وفي نفس الوقت الصحراويين الوحدويين، لان كيبان هذه هي التركيبه ديال المفاوضات. انا بغيت نسمع الراي ديالك في هذه النقطه هذه، ولكن ما بغيتش الوصف، ما بغيتش انه حنا كنتفقين بوليزاريو ما كيمثل والو، الجزائر عندها مشكل، القياده القديمه انها كتمشي، القياده الجديده كتقول التقارير غادي يهرب لها البوليزاريو بدا كيتورط الان في العمليات ديال التهريب وغيرها، كترول هذيك المنطقه. بغينا نسمعوا خيارات شنو هي الخيارات اللي كتبان لكم وانتم كتناقشوا اسرار في اللجنه مع وزير الخارجيه؟ اولا فيما يتعلق بتطبيق الحكم الذاتي والجهويه الموسعه، هو ليس تصور ديال فريق او نقابه، هذا تصور ديال الدوله وتصور ديال المؤسسات السياسيه وقرار سياسي. وبالتالي الحكم الذاتي كتصور موجود، والجهويه الموسعه ابدى الجميع رايه في هذه الجهويه الموسعه، واليوم كننتظروا من اللجنه الاستشاريه انها تعطينا التصور النهائي لهذه الجهويه الموسعه. وانا اقول ان الدوله ما دامت الدوله بمؤسساتها بطبيعه الحال وباحزابها وبنقاباتها مجمعه اليوم على ان الحكم الذاتي خيار اساسي وعلى ان الجهويه الموسعه خيار اساسي، فيجب الشروع في تفعيلها، لذلك فهذا ليس خيارنا، هذا خيار وطني وليس خيار حزب او نقابه او فريق. المساله الثانيه ما يتعلق بالجزائر، والصحراء الشرقيه. انا متفق معك انه الصحراء الشرقيه ديالنا أكلت قطعة من طرف الجزائر. أنا أعرف وأنا ابن المنطقة، أعرف بأنه واحد خاصة فيما يفيق أنه واحد أكلت بمعنى بالغبن الواضح، وللأسف الشديد لم نجد تفسيرا كل في هذه المراحل ديال الصراع مع الجزائر أنه وقفنا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاعتداء ديال الجزائر على التراب الوطني. اليوم وهناك حقائق تاريخية ووقائع تاريخية وأوراق ثبوتية أقول تثبت مغربية مجموعة من المناطق ديال الصحراء الشرقية إلى انتمائها إلى المغرب. ماذا يخيفنا أن نعلنها للعلن ونطالب بأن استرجاع هذه المناطق حتى ترجع الجزائر طرف حقيقي بالصراع وليس طرف يتذرع بكونه يدعم فقط البوليس.